بسم الله الرحمن الرحيم. المقر الانتخابي للسيد الوزير. السلام عليكم، زي ما عليه. احنا طبعا سعداء ان احنا النهارده في المقر الانتخابي لسيادتك. كل سنه وانت طيب. تقول ايه النهارده وانت الشارع بتاعك كله والبلد بتاعتك كلها جايه النهارده تقول لك مبروك مقدما، لان احنا فعلا بنسبق بالخير والخير وارد. برحب بيكم الأول وبرحب بالموجودين كلهم في وجود المهندس عبد اللطيف رئيس مصلحة الري الأسبق، وفي وجود المهندس علي عبد الحفيظ وكيل وزارة الري الأسبق، والمهندس علاء عزت سعود. برحب بيكم كلكم وبقول لكم يعني شاكر جدا للحضور، شاكر جدا لتنظيم الندوة دي ضمن سلسلة ندوات يعني في مختلف القرى في مركز الإبراهيمية وديار بلد. وبقول لكم إن شاء الله أنا فتح الناس بكالوريوس هندسة سنة 89. التحقت بالعمل في وزارة الموارد المائية والري من مهندس مركز إلى وكيل أول وزارة ري إلى رئيس بعثة الري المصري في السودان. وإن شاء الله وإن شاء الله المرشح القادم، المرشح المرتقب إن شاء الله والمنتظر لمجلس النواب إن شاء الله. وبقول لكم إن شاء الله إن أنا بخطة عملي أو رؤيتي التواجد والتواصل بين المواطنين في مركز ديار والإبراهيمية وإنشاء مقر في الإبراهيمية وديار. بقول إن أنا إن شاء الله هنقعد في كل قرية وكل عزبة نحدد المشكلات فيها ونسعى على حلها، ونعمل اجتماعات دورية لمناقشة ما تم عمله في خلال الفترات السابقة. احنا شايفين معاليك ان مشاكل الري كتير، لان في معظم الناس قاعدين على اراضي الري، انتوا دايما بتطالبوهم بحقوقهم، مشاكل كتيرة خاصة بوزارة الري. تقول ايه وحضرتك انت المسؤول عن الوزارة وداخل مجلس الشعب وبتلاقي طلبات كتير او ملفات كتير بتتقدم لحضرتك، والملفات دي كلها في ناس بتتعاطف معاهم وفي ناس ما بتتعاطفش. تقول ايه عن الملفات الخطيرة اللي بتتقدم لك كل يوم عن الري؟ والله أنا شايف، أنا أولا بالمعاش حاليا شايف إن الري قايم بدور قوي جدا، سواء أنا بأيام ما كنت في الخدمة أو دلوقتي، بدليل إن إحنا النهارده هو الري دوره إيه الأول؟ دوره إنه يوصل المية للنهايات، والمية شريان الحياة. فأعتقد إن أنا ما شفتش شكوى في خلال الفترة اللي فاتت دي، رغم يعني محدودية الحصة بتاعتنا ورغم كثرة زراعات الأرز، إلا أنه في مجهود السادة زملائنا النهارده أنا مش شايف أي مشاكل للري خالص في المنطقة، وده دليل إن في جهد كبير جدا. إنما قاعد الناس إن إحنا نعمل تحسين للري. طب وإيه التحسين من وجهة رأي حضرتك؟ وحضرتك الري ده احنا عندنا نهر النيل، عندنا منابع كتيرة للري. رأي حضرتك التحسين هنعمل مصارف ولا قنوات للري ولا نعمل ايه عشان نحسن الري في الفترة اللي جاية؟ هو عموما الري بيعمل خطة لتطهيرات الترع والمصارف بالكامل على هي الوقت البلد شغالة عليها بقالها كام سنة، واعتقد انها بتتم بشكل كويس جدا الفترة اللي جاية ديت. واعتقد ان بدأت وزارة الري ووزارة الزراعة تهتم بيها جدا المسائل الخصوصية وشبكة الصرف المغطى، دي هتبقى في أولوياتنا الفترة القادمة إن شاء الله. يعني خلال سنتين ثلاثة كل المصارف دي هتبقى مغطاة وهتبقى محكمة؟ لا مش مغطاة، لا مش ما هي إما مش بيتم تغطيتها، بيتم تطهيرها وتنظيفها عشان تستوعب كمية الماء اللي ماشية فيها. ده الجديد اللي هو الناس شغالين عليه بقالهم فترة. شغالين عليه ان احنا بنعمل خطة لتطهير وتنظيف المجاري المائية سواء كانت ترع او مصارف. ده الوزارة اعتقد انها بتقوم بيها. واحنا بدعمنا السيد دايما واقف جنبنا السيد رئيس الجمهورية، وحديث السيد رئيس الجمهورية دايما للجديد وللعديد. وحضرتك كنت مسؤول ري، يعني معنى كده ان الري فعلا هو اهم مشكلة او اهم ملف بيواجه الناس كلها، لان المية هي شريان الحياة او وريد الحياة في اي زمن واي مكان. هي المشكلة الوحيدة اللي فعلا اللي بتطرق كل الناس. اللي داخل نائب مش داخل عن الري فقط، هو داخل عن منظمات المجتمع ككل. احنا النهارده بنتناقش في كل مشاكل المجتمع سواء كانت ري او زراعة او طرق او صحة او تعليم او بيئة، كلها في اولوياتنا.
عندنا مشكله المواصلات بنديها اولويه كبيره جدا، ان احنا المركز الوحيد اللي مركز دياربو الابراهيميه ما فيهوش شبكه لا نقل عام ولا سكه حديد، فده من اولوياتنا. بس انتوا قريبين للمنصوره يعني، ورغم ذلك ما عندناش لا سكه حديد ولا نقل عام، فده من اولوياتنا. عندنا الصحه النهارده في ملف شغالين فيه، عندنا التربيه والتعليم ملف شغالين فيه، مشكله الفلاح النهارده لها اولويه خاصه عندنا، مشكله الشباب النهارده لها اولويه خاصه عندنا، مشكله المراه لها اولويه خاصه. فهو النائب مش داخل عن وزاره يعني حضرتك داخل بملفات المصريين كلها كل مشاكل مركز دياربو الابراهيميه عاملين لها تصور وعاملين لها حلول، بحيث ان احنا باذن الله اذا كان كتب لينا ان احنا نوفق هنبدا في حل هذه المشاكل قدام الناس كلها. انما اللي بقول لحضرتك خطتي في البدايه هي التواجد والتواصل، لان مع التواجد يعني البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك التواصل ويا الجمهور وكل اللي بيجي لك انت على استعداد في الوقت الحالي تحل له مشكلته لحد ما تبقى النائب المنتظر بامر الله. هيبقى ليك خطه تانية طبعا، مش التواجد معاهم ال 24 ساعه، التواجد معاهم وحل مشاكلهم وزرع الثقه بين بين المواطن وعضو مجلس النواب. وهو ده اللي احنا عايزينه، عايزين كل مواطن بيحب بلده دايما بيدافع عنها. احنا شايفين الرئيس متواجد معانا في كل مكان، وده هدفنا الرئيسي ان احنا نقتضي برئيسنا وان تبقى مصرنا فعلا جميله. وبالنسبه لحضرتك انت كل هدفك ان انت تعمل سكه مواصلات جديده بدل ما فيش في البلد، يعني كلك بناء غاوي تبني خطة عملي. اول حاجه التواجد، ان كل مواطن في مركز دياربو الابراهيميه يشعر ان في نائب موجود في ظهره، موجود متواصل معاه في كل وقت. رقم واحد. رقم اتنين، احنا محددين مشكلاتنا كلها في المركز وعاملين حلول لكل مشكله، ودي ان شاء الله ده البرنامج او الرؤيه او خطه العمل بتاعتي في الفتره الجايه دي. ربنا يوفقك ان شاء الله وتنجح ان شاء الله، ويبقى مش جايين بس نبارك للسيد الوزير السابق اللي فعلا حاطط شغله الشاغل بلده، وانه مركز ان فعلا البلد واصله للزقازيق، تبقى وصل الزقازيق على طول بكل المرافق اللي موجوده في الزقازيق تبقى موجوده عنده في ديار بنجم. ديار بنجم مدينته وهو بيهتم بيها، والزقازيق ككل. المواطن زي فخامه الرئيس ما حريص على المواطن، احنا هنستكمل خطه فخامه الرئيس ان احنا يبقى كل همنا تقديم خدمات للمواطنين وحصر مشاكلهم والعمل ايجاد حلول ليها ان شاء الله. وان شاء الله لكل مرشح له هدف وله رؤيه بنقول له اهلا بيك. مصرنا غاليه، مصرنا جميله، مصرنا بتبني من الالف للياء، واحنا معانا معالي الوزير هيبني معانا مجتمع جديد خالي من كل المشاكل. هو الفتره اللي كان فيها شغال ما كانش عنده مشاكل في الري، واحنا بنقول برضه مش هيبقى فيه مشاكل في اي منظومه صحيه تعليميه، كل مناظم البلد مختصه واحنا معاكم ان شاء الله معاكم في حلول. وفرصه في ظل عهد فخامه الرئيس ان احنا ان شاء الله نحل كل مشاكل المواطنين باذن الله، ان كل مواطن يشعر ببلده ويشعر بالامان في وطنه ويشعر بالانتماء لوطنه، لان كل ما هيلاقينا في داره. الاحزاب لسه ما اختارتش، انما انا مرشح لحد دلوقتي محتمل، انما ان شاء الله مستقله او غير مستقله ده هتظهر مع التقديم ان شاء الله. عزيزي المشاهد او عزيزي المرشح، ادخل وادلي باسمك وادلي بصوتك. مصرنا امانه، مصرنا امانه علينا ان احنا فعلا نشارك الحمله الانتخابيه، لان المرشح اللي جاي ليا وليك وجاي لمصر كلها. هو بيبقى عن دايره الزقازيق بس مختص بمحافظات الدنيا، لان احنا كلنا محافظات مرتبطه ببعضها. بنقول للمصريين انزل وشارك وقول صوتك وكن ايجابي، لان بلدك امانه عليك. من امانه بلدك لامانه الناس الحلوه اللي جايه لسعاده الوزير. هنستضيفهم ونشوف هم بيقولوا ايه عن الوزير اللي فعلا خدم المجتمع، وبناء عليه احنا برضو نفسنا نخدمه ونقدمه للشعب كعضو مجلس الشعب بيقدم خدمات للجمهور في كل المجالات. سعدت بحضرتك سياده الوزير. ده اللي انا بناديه تحت امرك. المواطنين في دياربو الابراهيميه، انا بقول له شوف السيره الذاتيه بتاعت كل مرشح، وشوف البرنامج او خطه العمل لكل مرشح، واللي بطلبه منك ان انت تطلع وتنتخب ما تراه الافضل ليك وتقيمه خلال فتره الدوره، وبعد كده تختار مره اخرى. انا اللي بطلبه من الناس كلها وبناشد الناس كلها، اطلع الاول وشارك، طلع على البرنامج الذاتي
الانتخابي اطلع على السيره الذاتيه واختار الافضل ليك عشان يقدر يخدمك في خلال فتره. تحيا مصر ومرشحنا القادم بنقول له هنجيلك ونبارك لك، لان مصر فعلا عايزه سواد وعايزه نجوم وعايزه ناس فعلا تحب البلد وتخاف عليه وتحافظ عليه. انا سعيده بيك يا معالي الوزير، وانا اسعد. مصر غاليه علينا، مصر وان شاء الله هتبقى غاليه علينا. نبقى خادمين لمصر وخادمين لتراب مصر وخادمين لمواطنين مصر. كل سنه وحضرتك طيب ومصر بخير.